لا طبعا، احنا لازم نكسب روح انسان. الناس دي روحها كويسه، الناس كويسه، مش الناس الوحشه الجحوده اللي بتحب الفلوس قبل اي حاجه. اول ما شفتيه النهارده حسيتي بايه؟ المتهمين النهارده هم واقفين جنب ان انا اخنقهم كده اهو واشنقهم، نفسي اشنقهم. انا نفسي بجد، انا عماله ابص له حسب الله ونعم الوكيل فيك. انت مش انسان، انت حيوان، انت كافر، انت بص، انت شيطان. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انا طالبه بالقصاص والقضاء العالي، وحسبي الله ونعم الوكيل. واشكركم. هو لما اتكلم النهارده حسيت انه كلامه يعني شخص عاقل ولا لا؟ ده هو مش عارف هو عمل ايه. هو مش عارف. فسرت كلامه بايه؟ مجنون. لا مش عارف يرتب كلامه، كان خايف عشان ده انسان مش صح، ده انسان وسخ. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ده لو انسان فعلا عاقل وبيقولوا ان هو مرض الكانسر، مفيش حد بيطلع على نفسه مرض. اي حد دلوقتي بيعمل اي جريمه بيطلع على نفسه مرض. لا طبعا. كان بيحب المتهم احمد كان بيحبه عشان خاطر ان هو كان بيتعاطف معاه بس، لكن هو خلاص انسان وقح. كان بيحب طارق صح؟ واستدرج بيه. لا وغدر بيه. طارق كان بينده واحمد ماشي الصبح عشان يفكرهم ويمسكهم من ايديهم كده. يا عيني كان بيضحك، ما كانش يعرف. ما كانوش على معرفه شخصيه ببعض يعني؟ ويمشوا هو يسحبهم هم. وعادي. طب اختاروا بناء على ايه؟ بناء ان هو كان عادي كشخصيه. ان احمد ده كان بيخرج عادي. ايه؟ لما اي حد بيخرج عادي. احمد كان بيخرج عادي. بيخرج زي اي حد عادي. علي صوتك شويه. عيل زي ما بعيل بيخرج وبيروح وبيجي. احمد اختار عشان هو كويس معاه، عشان بيتكلم معاه. تعالى احمد هات لي كذا، يقول له حاضر. طب ليه؟ هو يعني هو عشان هو كويس معاه. كويس معاه. حضرتك انا عايزه اقول لك احمد ده لو انت شفتيه، والله انا اللي بقول لك، مش انا اللي اقول لك، الناس تعالي عندنا واسالي. احمد ده حاجه كبيره، احمد ده حاجه كويسه. وهديك 5 مليون جنيه. احمد ده حاجه كبيره. حسبنا ونعم الوكيل، ربنا يصبرنا. بجد انا مش هقول غير كلمه واحده بس، الحزن برضه في القلب. الحمد لله. عمرها ما بتيجي باللبس، عمرها ما بتيجي بالكلام الناس. حاسه يعني اوصفي لي بيتكم بعد الحادثه يعني. اكيد بعد الحادثه دي حضرتك بيجي لنا كلام مش مظبوط من الناس، ان احنا هناخد فلوس واحنا طبعا الناس دي احنا ما تشغلناش، يقولوا اللي يقولوه، احنا مالناش دعوه بحد. احنا واثقين في مبدأنا وماسكين في نفسنا. طالما احنا قاعدين وعايشين وعارفين احنا بنعمل ايه، انتوا مش قاعدين ومش شايفين. ربنا اللي شايف وشايف وعارف احنا بنعمل ايه. حد من اهل الطرف الثاني حاول يتواصل معاكم مثلا؟ لا محدش يعرف يتواصل معانا. مش قادر يا ريت اتكلم. لما يحاول يتواصل معانا. ممكن اشوف حاجات انا مش قادر اتكلم ولا ازعق. يعني هو دخلوا شقه، لا دخلوا الشقه 7 سنوات. طلباتك ايه النهارده كاخت؟ وقفلت طلبات النهارده ان شاء الله يتكلم مش هيتكلم. هو عمل كده. طالبه ان انا الله اعلم عمل كده، بس بيقول لك كان متعذب منه وهو اسمع ان اعدام. اعدام وبص كده وزورت واضحك وكان في مشاكل. اضحك اقول يا احمد احنا خدنا حقك يا احمد، خدنا حقك يا اخويا. خلاص الواحد يخاف يذبح. انا اعمل له فرح. فرخه. مش يا ريت يكون لنا فرح عشان ده عريس الجنه، ده شهيد الخدر، ده شهيد الخدر. حسبي ونعم الوكيل. يعني زي ما حضراتكم شفتوا معانا اعزائي مشاهدي موقع المصير في كل مكان، يعني اهالي كان معانا النهارده، اهالي المجني عليه احمد بعد اول جلسه من جلسات الحكم. يعني لسه في القضيه هيظهر فيها تفاصيل كتير هنتابعها مع حضراتكم. بشكركم على حسن المتابعه.